السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خولة، وسنتحدث اليوم عن موضوع الشغف. الشغف هو شعلة التي تدفعنا لتحقيق أهدافنا، ولكن أحيانا يتلاشى دون أن ندرك السبب. قد يكون روتين ممل الذي يجعل أيامنا متشابهة، أو إرهاق ناتج عن الضغط العمل، أو غياب الأهداف الواضحة التي تمنح حياتنا اتجاها. ربما تكون البيئة السلبية أو شخص من أشخاص المحبطين حولنا هم السبب، أو شعور بالفشل الذي يثقل كاهلنا. من المهم أن نحدد الأسباب التي تؤثر علينا لنتمكن من معالجتها. اسأل نفسك: ما الذي يفقدني شغفي؟ ابدأ رحلتك بالاستعادة بالحماس والطاقة لتحقيق أحلامك إن شاء الله. الشغف 9 خطوات لفهم الشغف واستعادته وأهميته والحفاظ عليه. أسباب المؤدية لفقدان الشغف: أولا، الروتين الممل، الشعور بأن الأيام متشابهة دون تحديات جديدة. وكذلك الثاني هو الإرهاق، العمل المستمر دون وقت الراحة. ثالثا، غياب الأهداف الواضحة، عدم معرفة ما تريد تحقيقه. رابعا، البيئة السلبية، وجود أشخاص أو ظروف تقلل من حماسك. خامسا، الشعور بالفشل، تركيز على الأخطاء دون الاستفادة منها. الخطوة الأولى لاستعادة الشغف: ابدأ بتحديد السبب. معرفة السبب الحقيقي لفقدان الشغف. اسأل نفسك: ما الذي يطفئ حماسي؟ هل هو إرهاق أم روتين؟ ممكن قد يكون مرض مثل الاكتئاب، الإجهاد المزمن، نقص الفيتامينات أو المعادن، اضطرابات النوم، القلق المزمن، كذلك الاضطرابات الهرمونية والأمراض المزمنة. وهنا الأفضل مراجعة الطبيب. كذلك ممكن قد يكون غير مرضي مثل الروتين الممل، غياب التحدي، شعور بالإرهاق، الغياب الدعم الاجتماعي، الفشل المتكرر والتعلق بالماضي. إطفاء الملهيات وجلوس مع النفس: خصص وقتا لنفسك بعيدا عن كل الملهيات. أطفئ المشتتات، الهاتف والنت والتلفاز، ثم اجلس في غرفتك لمدة 3 ساعات للتفكير في ذاتك ونفسك وفيما يحفزك. سؤال هنا: هل فكرت يوما في تخصيص وقت للتركيز على ذاتك فقط؟ كل يوم ولو لنصف ساعة. العودة إلى الله: من أقبل على الله بقلب صادق ملأ قلبه نورا وشغفا. تذكر أن الله هو القادر على تغيير أحوالك وبث الحياة في روحك من جديد. الدعاء: اطلب من الله بصدق أن يعيد لك الشغف والحماس لتحقيق أهدافك. قراءة القرآن: استمد الراحة النفسية والطاقة الروحية من كلمات الله التي تفتح لك آفاقا جديدة إن شاء الله. ثق بأن الله الذي خلق الكون قادر على أن يزرع قلبك شغفا مستمرا يدفعك نحو الأفضل. تغيير البيئة وتجديد الطاقة: تغيير بسيط تأثير عظيم. اكسر الروتين اليومي وجرب أشياء جديدة كالسفر والهوايات. غير مكانك والمكتب إلى آخره. أحيانا تغيير بسيط يكفي لإعادة إشعال الشغف. تحفيز الدوبامين للإنتاج: لابد من الاستهلاك. الدوبامين إنتاج هو مفتاح الشغف. ابتعد عن مستهلكات السريعة للدوبامين مثل وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة. ركز على الأنشطة الإنتاجية، مثال تعلم مهارة جديدة، العمل على مشروع تحبه. تحقيق الأهداف صغيرة ملموسة: عندما تبدأ في الإنتاج يعود جسمك على إفراز الدوبامين عند إنجاز، مما يزيد الشغف تدريجيا للقيام بالمزيد إن شاء الله. أهمية الجمع
بين هذه الأساليب. العزلة الواعية تمنحك وقتا للتفكير وتركيز على الأولوياتك. كذلك التواصل مع الله سبحانه وتعالى يملأ روحك بالسكينة والطاقة الإيجابية. كذلك إعادة توجيه الدوبامين يخلق عادة صحية تدفعك نحو النمو والإبداع. تحديات صغيرة ومكافآت. ابدأ ابدأ صغيرا واحتفل بكل إنجاز. أهمية وضع أهداف يومية أو أسبوعية بسيطة. اقترح مكافأة صغيرة، لكن الإنجاز لتحقيق التحفيز لا بد بخطوات صغيرة وليس بكبيرة حتى لو كانت تافهة. اسمع لنفسك وخذ القرار. ابدأ بالتحريك وأحداث ستتغير. الشغف، وفي الأخير سأقول لك، الشغف ليس حالة ثابتة، بل هو شعلة تحتاج إلى التغذية المستمرة. دع خطة يومية تعيد لك الحماس تدريجيا، وكن صبورا مع نفسك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.